السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لكل متابعي قناة عاتق الكيان في كل مكان وزمان. هنتابع مع بعض وجبة إخبارية مهمة جدا ودسمة، وبإذن الله هتعجبكم، والأهم إنها على السريع. قبل ما نبدأ حلقتنا فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا في مباراة للتاريخ وبنتيجة ساحقة. الأهلي يفوز على الزمالك 110-61 في نصف نهائي دوري السوبر لكرة السلة. الأهلي أعطى الكومبارس التاريخي درس في كيفية لعب كرة السلة. اتحاد السلة يحدد يوم الأحد المقبل موعدا لانطلاق سلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري بتحكيم أجنبي. أحمد شوبير، كنت فاكر إن اللي عمله الأهلي في الزمالك في السلة هي أكبر نتيجة في تاريخ الديربي، لحد ما قالوا لي لا، ده احنا كسبناهم 144-43 من 13 سنة. خبر في الجون حلو جدا. كريم الدبيس وكريم فؤاد اقترب من التواجد مع الأهلي خلال الفترة المقبلة. عماد النحاس قرر إقامة مباراة ودية الجمعة القادمة استعدادا لمواجهة فاركو يوم الأربعاء 28 من الشهر الجاري في الجولة الأخيرة من الدوري المصري نايل، بعد إيقاف أسامة فيصل وتوقف عدد أهدافه ل 12 هدف متساويا مع إمام عاشور. إمام أصبح لديه فرصة ذهبية للانفراد بصدارة هدافي الدوري في مباراة فاركو بإذن الله. إدارة الأهلي تدرس بجدية التعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك في صفقة انتقال حر، وذلك مع اقتراب نهاية عقده مع الزمالك وبنهاية الموسم الجاري، أي خلال نحو أسبوعين. أحمد شوبير، الأهلي في مفاوضات جادة من أجل ضم مصطفى العش بشكل نهائي من نادي زد، ولكن المطالب المادية من نادي زد عالية شوية. وعلى فكرة نادي زد ما خدش ولا جنيه من الأهلي مقابل إعارة مصطفى العش، وكانت هدية جميلة من المهندس نجيب ساويرس، وفي احتمالية أن تكون هناك صفقة تبادلية يخش فيها رضا سليم وكريستو، ولكن لسه مش أكيد. حسين الشحات في حديثه مع موقع الفيفا: كنت متوقع أننا هنقابل انتر ميامي في المباراة الافتتاحية بكأس العالم، وهي مباراة صعبة طبعا لأننا هنلعبهم على أرضهم ووسط جمهورهم، لكن الأهلي لا يعرف المستحيل خصوصا مع وجود جماهيرنا. الأهلي يوقع عقد رعاية مع شركة زيتور في حفل في الأهرامات بحضور بعض لاعبي الأهلي والكابتن بيبو. رامز جلال وطيارة بخطين حمر وإعلان جديد بدومتي. الزمالك هنروح نجري ناكل جبنة عبور لاند. جوميز يشكو الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة. جوميز: حاولت حل الأمور بطرق عديدة مع الزمالك، وبعد ذلك تركت الأمر مع المحامي الخاص بي للتقدم بشكوى
المبلغ المستحق ليك قليل ولكنها مستحقاتي. هو له 60,000 دولار ده هو و60,000 دولار لمساعديه. ثروت سويلم في حال عدم حضور فريق بيراميدز لمباراته أمام سيراميكا كليوباترا سيتم خصم 6 نقاط من رصيده ما لم يكن هناك ظرف قهري يمنعه من التواجد. كوماندوز الأهلي يفوز على شبيبة كينشاسا الكونغولي في ربع نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد ليواجه المنتدى المغربي يوم الأربعاء المقبل بإذن الله. سيدات يد الأهلي يتأهلن إلى نصف نهائي بطولة كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس بعد الفوز على قاب الكاميروني بنتيجة 35-25. التاريخ يصنع بأيادي أهلاوية. ثنائي تنس طاولة الأهلي يوسف عبد العزيز ومحمد البيلي يكتبون تاريخا جديدا بأيادي من نور بتأهلهم ربع نهائي بطولة العالم زوجي عقب تغلبهم على الثنائي يانغ وانغ وأنجيلاكس كاول. ثنائي إفريقي يحقق هذا الإنجاز. عمر مرموش يسجل هدف رائع ويقود مانشستر سيتي بالفوز على بورتموث بثلاثية مقابل هدف. السيتي في المركز الثالث برصيد 68 نقطة ولكنه لم يضمن بعد مركز مؤهل لدوري الأبطال في انتظار الجولة القادمة والأخيرة. قبل ما نختم حلقتنا فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعلق بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قناتكم قناة عاشق الكيان في كل مكان وزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.